السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع اللي اغلبيه ديالكم سمعوا من عند الشوالي، يعني المعلق اللي معروف اللي هو تونسي. الافتتاح ديال كاس العالم دار واحد الضجه على واحد المقوله قالها، اللي هي نهار ديال الافتتاح ديال كاس العالم كلشي يسمع الشوالي قال واحد الهضره، ولكن قليل اللي عارف القصه ديالها. وهاد الجمله هذه اللي قال فيها الشوالي: حنا ما نعلمكم واسالوا شارلمان عن ساعه هارون الرشيد. احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. المهم هاد هارون الرشيد كان هو خليفة المسلمين، وشارلمان كان هو الملك ديال فرنسا. شارلمان كان كيرسل الرجال ديالو باش يتعلموا في بغداد عند هارون الرشيد. واحد النهار هاد هارون الرشيد عطاهم هدية باش يقولها لشارلمان، وهي عبارة عن ساعة ديال النحاس الطول ديالها تقريبا 4 متر. كان فيها واحد الميزه عجيبه، مثلا الساعه الا كانت في العشره كتخرج لك 10 الكواري، وهذا الشيء كامل خربق الملك ديال فرنسا هو الحاشيه ديالو او الناس اللي دايرين به في القصر. شي علاش قالوا ليه باللي راها مسكونه، يعني كاين شي حد لداخل ديالها. الشخص اللي غيكون لداخل ديالها هو اللي كاين واحد الكواري، وقرروا ديك الساعات باش يفتحوها. جاهم فضول باغي يعرفوا شنو لداخل. فعلا فتحوها وما لقاو والو، ولكن فاش بغاو يرجعوها عاوتاني كيف كانت في الاول ما عرفوش ليها، وجمعوا كاع المهندسين اللي في اوروبا كاملين باش يصوبوها، ولكن ما عرفوش الطريقه. غير باش تكون عندكم هذه الصوره على الشكل ديال هذه الساعه. هذه الساعه مصنوعه من النحاس، الحجم ديالها كبير بزاف، تقريبا في الطول ديالها فيها 4 متر، والطريقه باش خدامه كتحرك بقوه مائيه مع قوه الجاذبيه الارضيه. وعند تمام كل ساعه كيطيحوا منها عدد من الكرات المعدنيه وحده مورا وحده، وعندها واحد القاعده نحاسيه هي اللي كدير واحد الصوت زوين واحد الرنين اللي كيتسمع في ارجاء القصر. وهذه الساعه عندها 12 باب، كل باب كيخرج منه فارس كيدور حول الساعه، وعاوتاني كيرجع عاوتاني. مثلا فاش كتوصل 12 ديال النهار كيخرجوا 12 فارس. المهم هذا هو الميساج اللي باغي يوصل الشوالي، على انه العرب باقي لتطور قبل 1000 سنه. كنتمنى يكون الشرح هو هذاك. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.